دراسة الجدوى بتاع النهاردة تحدي ومختلف عن أي دراسة جدوى أنا قلتها قبل كده. هنعمل دراسة الجدوى على أقل بورصة وهي اللي وصلنا لها النهاردة، وعلى أعلى سعر كتكوت وصل له من 35 يوم لورا. يعني هنحسب دراسة الجدوى بأقل نسبة أسعار للفراخ وهي اللي وصلنا لها دلوقتي، وأعلى نسبة كتكوت من 35 يوم لورا. وهنشوف يا ترى في مكسب ولا في لا قدر الله خسارة. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب أشوفكم في أحسن صحة وحال. وزي ما تعودنا دايما نبدأ بذكر الله وبالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ودراسة الجدوى النهاردة زي ما ابتديتها في المقدمة هي هنتحدى بيها كل المعلقين أو معظم. في ناس كتير كانت يعني ما بتعرفش تطلع غلطة في دراسة الجدوى، ولكن كان بيقولك طب نفترض إن الفراخ رخصت ولا أي حاجة. أنا جايب لك دراسة الجدوى النهاردة لسعر الفراخ وهو طبعا نازل خالص على الأرض، زائد إن من 35 يوم كان سعر الكتكوت مرتفع. فهنحسب دراسة جدوى الواحد شرى كتكوت من 35 يوم وبيبيعوا النهارده بسعر البورصة اللي هي نازلة خالص. ودي يعتبر يعني أقوى دراسة جدوى وأقوى تحدي. ولكن فضلا وليس أمرا، لو مش مشترك في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس. ويلا بينا نحسب دراسة الجدوى على طول. وهتكون طبعا كالعادة هنحسبها ال1000 فرخة أو 1000 كتكوت. واللي عنده طبعا مزرعة 5000 يبقى يحسب لها عنده 100 كتكوت. هو بناء على ال 5000 هيبتدي يحسب دراسة الجدوى. اللي عنده 5000 هيكلفوه قد ايه، 5000 هيربحوا قد ايه، الدنيا هتيجي معاه ازاي. وطبعا كلنا عارفين ان سعر الكتكوت ارجع للبورصة او ارجع للجداول هتشوف ان سعر الكتكوت من 35 يوم كان واصل لاغلى سعر، وهو كان وصل 51 جنيه من 35 يوم. والنهارده طبعا البورصة نازلة نزول ما فيش بعدين نزول، ونازلة ل 79 جنيه، يعني نازلة خالص البورصة. وما توقعش انها تنزل عن كده يعني. وهنقول سعر الواحد الألف كتكوت. سعر الألف كتكوت 51,000 جنيه. احنا بنحسب اهو من 35 يوم لورا. سعر الألف كتكوت عاملين معايا 51,000 جنيه. ادي أول حاجة سعر الكتاكيت. نيجي بقى للعلف. 3 طن ونص علف هي في 21,000. برضو كان من 35 يوم عامل 21,000. وللعلم السعر ده ثابت بقاله أكتر من كذا شهر. 21,000 3 طن ونص علف، يعني 73,000 جنيه و500. ده سعر العلف 73,500 زائد 51,000 جنيه سعر الألف كتكوت. يبقى أنا كده عندي المجموع سعر العلف والكتكوت سعره 124,000 جنيه و500. كده سعر الكتكوت وسعر العلف، زائد 6 جنيه أدوية. هنقول يا سيدي 7 جنيه عشان لو زودنا في التحصينات والكلام ده كله. هنقول 7 جنيه أدوية. 7 جنيه أدوية لكل كتكوت 7 جنيه، يعني مثلا كده يبقى 7000 جنيه. ليه طبعا بنقول 7 جنيه في اللي هو أزيد من 1000 عشان التحصينات. أقل من 500 أو الكلام ده كله ما بيبقاش فيه تحصينات، فبنحسب 5 جنيه للكتكوت. وهتصرف أكتر من كده اعرف إن البيطر بيضحك عليك، أو اعرف إن أنت خبرتك في الفراخ ضعيفة، أو أنت ماشي ورا كلام البيطر، أو ماشي ورا الصيدلي اللي بيديك حاجة، اللي بيديك الحاجات عايز يبيعك أو بيستغلك. ما ينفعش يزيد عن 7 جنيه، ممكن يقل ولكن ما ينفعش يزيد بالنسبة للأدوية. فنقول 7 جنيه لكل كتكوت، يعني 7000 جنيه. 7000 جنيه كده أدوية، زائد ال 24,500 سعر العلف وسعر الكتكوت. أصبحنا كده التوتال عندي 131,500. كده بقى عندنا إيه؟ بقى عندنا العمالة، زائد الفرشة أو مثلا صيانة البطاريات، زائد التدفئة. دول اللي باقيين عندنا. يبقى التدفئة والعمالة وصيانة البطاريات أو إيجار مزرعة. وبالنسبة لده كله هنحط 10 جنيه لكل كتكوت. 10 جنيه لكل كتكوت تدفئة وعمالة وصيانة. تدفئة وعمالة وصيانة 10 جنيه الكتكوت، دي كفيلة أوي يعني بالمعنى الأصح. احنا خاصة ان احنا في الصيف ما بنستهلكش تدفئة كتير، ولكن هنحسب لها 10 جنيه. يعني مثلا للألف يعتبر للألف 10,000. لو معايا مثلا 5000 يعني 50,000. انت ال5000 بتحتاج منك عمالة قد ايه؟ عماله 3 في 6 ب 18، 3 عمال اقصى حاجه يعني. وممكن العامل التاني تجيبه في نص الدوره مش في اول الدوره. العامل التالت يعني ممكن تجيب 2 عمال والعامل التالت تجيبه في نص الدوره. لكن هنقول 3 عمال من اول الدوره، 3 في 6 ب 18,000. يبقى اتبقى عندي كام؟ 32,000 جنيه، عشان ما حدش يشكك ويقول لي قليل والكلام ده كله. 32,000 جنيه انا بحسب مثلا لو على 5000. 32,000 جنيه ديت هتبقى ايجار وتدفئ. ايجار دي مش هيتعدى معاك في الدوره مثلا 3000 جنيه. يعني استحاله تصرف لك مثلا 28 او 27,000 تدفئه. يعني انا حاسب لك كده بزياده، يعني انا حاسب لك كده بزياده. انا بقول لك لو على 5000، ولكن بحسب لك دلوقتي 10 جنيه على كل كتكوت. فاحنا هنحسبها على ال1000
وانت طبعا مش هتجيب 1000، انت لو جبت 1000 مش هتجيب كمان عماله، انت هتجيب 5000 وطبيعي، فانا بحسب لك 1000 وانت تحسب هتجيب 5000، هتجيب 10000، هتجيب اقل من 5000. انا بحسب لك دلوقتي على 1000 كتكوت. يبقى قلنا كام معانا كده؟ 10000 جنيه لل 1000 كتكوت، اللي هي عماله وتدفئه وصيانه او ايجار. 10000 زائد 131500، اصبحنا كده المجموع 141500. احنا صرفنا على ال1000 كتكوت 141000 جنيه و500. هنا بقى هنبتدي نحسب ايه؟ هنبتدي نحسب النافع. هنبتدي نحسب طبعا احنا هنكسب من وراهم ايه. فقبل ما نحسب احنا هنكسب من وراهم ايه او هنلم من وراهم ايه، هنبتدي نحسب النافع الاول. والنافع الاول زي ما احنا اتعودنا احنا نحسبه بحد اقصى 5%. هو المفروض القانوني بيبقى 2%. قول انت هتطلع من عندك سردة مثلا 2% زيها، في 1% نافع زيادة عندك. يعني مثلا هنقول هتقدر تطلع مثلا يعني بحد اقصى، مثلا لو في اي مشكلة عندك ولا لا قدر الله 5%. 5% دي يعني كام؟ يعني 50 فرخة. 50 فرخة دول برضه هنقول كالعادة على الله حكايتهم، دول هنعتبرهم وفيات، واحنا كده خلاص كده يعني ربنا يخلف علينا فيهم ال50 فرخة في ال1000. هيتبقى عندي قد ايه بقى؟ هيتبقى عندي 950 فرخة. ال 950 فرخة قلنا بقى ال 950 فرخة واكلين معايا 3 كيلو ونص. في ناس بتقول لي انت مش هتجيب الوزن ده. عايزك تحسب حاجة. الفرخة لما بتاكل، الفرخة المعلومة بتاكل كيلو بتديك كيلو الا ربع لحمة، بتاكل 2 كيلو بتديك كيلو ونص لحمة، بتاكل 2 كيلو بتديك نفس الطريقة. احسبها 2 و100 او 2 و200. يعني الفرخة على ما تاكل 3 كيلو ونص لحمة هتديك 2 كيلو 450. على ما بتاكل 3 كيلو، معلش عارف انا اسف، هتديك 2 كيلو 450. يعني انت الفرخة هتستهلك منك 3 كيلو ونص علف، لازم يبقى تاخد منها وزن 2 كيلو 450. مش هتبقى الفراخ كلها كده، في فراخ هتلاقيها عدت الوزن ده كانت اكتر من حجمها، وفي فراخ كانت اقل من حجمها، ولكن انت استهلكت 3 طن ونص علف. ففي فراخ هتلاقيها 2 كيلو 600، في فراخ 2 كيلو 800، في فراخ ممكن توصل معاك والله للثلاثه، في فراخ بقى يا دوبك اخرها 2 كيلو. ما تقوليش ان في فراخ مثلا اقل من 2 مثلا كيلو 800 كيلو 600، لا احنا بيقولنا السرد احنا شلناها من الاول واعتبرناها تبع الوفيات. ولو قلت لي في ممكن هتلاقي فرخه كيلو 900، وارد انك ممكن حاجه قليله جدا انك تلاقي فرخه كيلو 900، ولكن برضو قليل برضو انك لما تلاقي فرخه 2 كيلو مثلا 800 2 كيلو 900. ده قليل وده قليل. ايه هو متوسط الاوزان بتبقى 2 ونص، بتبقى يعني في كتير اللي بيبقى 2 ونص، وبرضو بيبقى فيه برضو كميه برضو لا يستهان بها اللي هي بتبقى 2 وربع. يا سيدي احنا هنحسب الفراخ اللي عندنا كلها توتال في قلب بعضها على 2 وربع، يعني احنا مش هنقدر نوزن فرخه فرخه. هنحسب الفراخ اللي عندنا كلها يعني مثلا على 2 كيلو وربع، يعني هنحسب الفراخ في معدل 2 كيلو وربع لحمة. هنضرب ال 950 فرخة في 2 وربع لحمة، هيدوني وزن كام؟ 2137 كيلو لحمة. يبقى أنا كده أخدت من ال 950 فرخة ضربتها في 2 وربع، خدت 2137 كيلو لحمة ونص كمان بالظبط. طيب 2137 ونص لحمة هضربهم في بورصة النهاردة. الناس اللي بتقول لي ممكن البورصة تخسر والكلام ده كله، ده سبب الفيديو. هضربهم في بورصة النهاردة. بورصة النهاردة 79، وانا مشتري الكتكوت غالي، والنهار زي ما حضرتك حاسبه لك على 51. بورصة النهاردة 79، هنضربها في 79 هيديني المجموع قد ايه؟ هيديني المجموع بفضل الله وبعد توفيق ربنا 168862. يعني ما علينا يا سيدي، قول 167000، مش قصه انا اقول مثلا 169000 معلش. طيب 168862 هنقول مثلا ما علينا من 150 جنيه هنقول 169000. طيب انا بقى صرفت على المزرعه قد ايه؟ صرفت على ال1000 دول صرفت عليهم قد ايه؟ لو رجعنا بالفيديو هتلاقيني ان انا صارف 141500. 141500 هننزل منها، دي رأس المال بتاعنا، احنا صرفنا 141500، هننزلها من 169000. ارباحي قد ايه؟ ارباحي قد ايه بعد يعتبر النزول ده كله وان انا مشتري غالي والكلام ده كله؟ ارباحي بسم الله ما شاء الله بفضل الله 27500. في ايه؟ في ال1000 كتكوت. يبقى انا اصبحنا الارباح عندي 27500. كلام جميل. يعني لو 5000 يا عم رأفت، انا لو عامل مزرعه 5000 يعني هاخد 137000 جنيه في مزرعه 5000. والله المكسب اللي انا جايبه لحضرتك ده يعتبر انا كده يعني جاي على نفسي وجاي على المزارع، والسوق مدمرني والفراخ نزلت معايا
والبورصه مدمراني مع اني مشتري غالي. نادر طبعا ان تحصل حاجه زي كده، هي صدفه. يمكن اصحاب الدوره دول، اصحاب الدوره دي بالذات اللي هيبيعوا مثلا النهارده او اليومين دول، هم اللي هيقابلوا بورصه يعني دراسه الجدوى دي. طيب يبقى المكسب ضعيف؟ لا والله مش ضعيف، انا شايف انه مش ضعيف. لما اصرف 141 الف جنيه و500 واكسب لي 27 الف ونص في دوره عمرها 35 يوم، والله ده حلو. ما تقوليش المكسب ما يستاهلش، لا المكسب انا شايفه انه يستاهل، لان الدوره الجايه هتديك العكس، هتديك يعتبر ضعف، مش ضعف الرقم ده كله، ولكن هتديك رقم كبير بفضل الله وباذن الله، لانك هتشتري كتكوت رخيص وهتكون البورصه انتعشت، وتكون البورصه رفعت معاك. فانت زي ما تحسب لها كده، بص انك ممكن تشتري رخيص والبورصه تعلى. واي حاجه معرضه انك ممكن تشتريها غاليه، ممكن تتاذي فيها، ترخص تنزل، الكلام ده كله. ولكن الفراخ انت كده كده في الكسبان، الفراخ بورصه، فنزولها ما بيبقاش اللي هو، ما بيبقاش يعني مقارنه بمكسبها، لا النزول بيبقى برضو على قده. فيعني المفروض نحسبها بشكل كويس يعني كمان. طيب عندنا كده قلنا 137 ألف. فلو انت شايف انا مش بحببك في الشغلانه او في المجال علشان انا بسترزق من وراك او انا كذا، انا الناس كلها تعرف عني ان انا بفضل الله وبتوفيق ربنا ما باخدش اي جنيه من حد ولا بعمل اي مصلحه من الشغل ده. انا حاجه بس من ترك شيئا لا عوض خير منها بعملها لله. لا مستني من حضرتك اي حاجه، ولا مستني من حضرتك لا اسوق لك على بطاريه ولا اسوق لك على كذا ولا كذا. الا حضرتك كل اللي عايزه من حضرتك هو دعوة كويسة، ولو مش متابعني هتتابعني وتعمل لي لايك وكومنتك لو عند حضرتك أي استفسار. ورقم تليفوني بكتبه للجميع ومتاح للجميع، اللي عنده استفسار بيخش وبيكلمني مجانا وبدون أي مقابل. وده كان فيديو النهاردة، شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.